ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا شفنا لحظه اصابه طارق حامد امبارح في الماتش اللي كان ما بين اتحاد جده وما بين الصفاقسي، الاصابه اللي كانت بسبب اللاعب مصطفى السعدي اللي اتعمد اصابه طارق حامد. قبل ما نشوف الفيديو مع بعض عايز اقول لكم ان طبيب الفريق اعلن رسميا ان اصابه طارق حامد الحمد لله مش خطيره، وان اللي حصل هو جرح في الوش ومفيش كسر في الفك ولا حاجه، بس الفكره كلها عايز اقول لكم ان اللاعب تعمد اصابه طارق حامد. ولما نشوف الفيديو مع بعض اهو، اللاعب تعمد اصابه طارق حامد بشكل مباشر، ووجه الستارز بتاعه لوش طارق حامد وهو واقع على الارض. الحكم طبعا كان ادى كارت اصفر للاعب، ما رجع للفار لغى الكارت الاصفر وطلع الكارت الاحمر المباشر. القضيه كلها ان انت تعمدت ايذاء لاعب بطريقه مباشره واصابته اصابه جامده في وشه. الطرد مش هو الحل، بس مع اللاعب ده لازم يكون في قرار من الفيفا بايقاف اللاعب دوت، لان لازم يتعلم الفير بلاي، لازم يتعلم ان هو ما يتعمدش اصابه الخصم او المنافس بتاعه. انت تسببت في جرح في وش طارق حامد بطريقه متعمده، فلازم تتعاقب. الكارت الاحمر وعدم مشاركتك مباراه او اتنين مش هو الحل مع لاعب زي ده. لاعب زي ده لازم يبقى في عقوبه فعلا من الاتحاد الدولي عليه عشان ما يعملش كده تاني. انت المره دي عدت على خير، كان ممكن في كره زي كده تقضي على حياه لاعب بسبب خشوميتك وبسبب غبائك. عايز اقول لطارق حامد الف مليون سلام عليك يا طارق، وفعلا راجل. وطارق كان مصمم ان هو يرجع يكمل المباراه تاني لولا المدير الفني تدخل ومنع طارق حامد ان هو يرجع يكمل الماتش خوفا عليه وخوفا على سلامته. طارق حامد راجل، لعيب راجل مشرف مصر، فعلا راجل يا طارق يا حامد. من احسن لعيبه خط الوسط في العالم هو طارق حامد. الف مليون سلام عليك يا طارق.